من وأنا صغيرة أحب ألعب بيت عمي، عنده بنتين تقريبا نفس عمري هن توأم، ودايم ألعب معاهن. لما كبرت وصار عمري 15 سنة أمي صارت تمنعني أروح ألعب هناك، تقول البيت في عيال ومو كويس إنك تروحين تنامين عندهم. بس أنا حزنت ورحت كلمت أبويا، ولما قلت له قال أمي مالك دخل، خليها تروح تلعب هناك، هذيلو زي أخوانها وأنا أضمنهم. مع إنها تنزعج من هذا الموضوع بس قالت خلاص. رحت مرة عندهن، عاد حنا وهذيل البنات يعني مرة شيطانيات، دايم نسوي تحدي. تعرفون لعبة تحدي أو حقيقة؟ هذه أنا والبنات دايم نلعبها. كانت تحدياتنا مجنونة، في البداية كان عادي، ما كنا نسوي حاجات قوية، بس مع الوقت صرنا كذا كل وحدة تسأل الثانية. للي ما يعرفها، اللعبة عبارة عن تحطين قارورة ماي صحة وتدورينها، وإذا طاحت عليك الفتحة يصير تختارين إما حقيقة تسألك سؤال قوي أو تسوين تحدي. والتحدي في البداية كان عاديات، لكن مع الوقت صارت مرة جريئة. مرة من المرات كان التحدي إني أطلع برا البيت بدون عباية وأروح ألمس سيارة أبوهن وأرجع، وسويتها والحمد لله ما حد شافني ولا كان قضوا علي. ومرة تحدي مجنون كانك تطلعين تروحين للزبالة وتفتشينها وتجيبين منها شيء مفيد، يعني قمة القرف، بس كنا لازم نسوي التحدي. فبيوم من الأيام كنت ألعب أنا وديما ودانا، هذيل توأم. قالت لي ديما، هذه عاد كانت أقرب لي وكانت تعرف إني معجبة بأخوها الكبير اسمه عمر، يعني مو إعجاب بالمرة لكن كذا إعجاب بسيط، وهو كان دايم بغرفته ولا يطلع، يعني نادر ما نشوفه ومن النوع الهادي. قالت لي التحدي اليوم بيكون إنك تروحين غرفته وتدخلين بدون لا تطقين الباب، وروحي واجلسي على سريره ولا تقولين ولا كلمة مدة 5 دقايق. قلت يا مجنونة وش هالتحدي؟ لا لا لا، راح أفكر بأشياء غلط. قالت لا، هذا هو التحدي، يا تسوينه ولا راح أعطيك تحدي أقوى منه بكثير. قلت أعطيني تحدي ثاني. لما قالت لي التحدي اللي غيره قلت خلاص راح أسوي هذا التحدي. هذا أخوهن اسمه عمر وعمره 17 سنة، يعني أكبر منه بشوي. رحت أنا وقمت قلت خلاص راح أروح، وركبت فوق غرفته، كانت بالدور الفوقي. قالت لي ديما